إذا النهضة بركان يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد عودته بتعادل ثمين من أمام سيمبا التنزاني. مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز النهضة البركانية بهدفين مقابل لا شيء. المباراة كانت صعبة على نهضة بركان. فريق سيمبا افتتح التسجيل في الشوط الأول وبالضبط في الدقيقة 17. بعد ذلك المباراة كانت صعبة في أجواء مشمسة وصعبة على الفريقين. في الشوط الثاني فريق سيمبا كيكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه. في الوقت اللي كانت المباراة تتجه نحو فوز سيمبا بهدف ل0، فريق نهضة بركان عن طريق سي دي بي كيسجل الهدف ديال الفوز في الوقت البديل. فهنيئا للنهضة البركانية بهذا التتويج.